النهاردة عملت ديك رومي مشوي في الفرن، كمان محشي بالرز البسمتي، كمان عملت جنبه جلاش محشي بشاورمة الفراخ. بجد روعة جدا والطعم خفيف جدا. الديك الرومي كمان شويته في الفرن من غير نقطة مية خالص، كمان بالرز البسمتي، بجد تحفة جدا. هنا اول حاجة طبعا معايا تغسلي الديك الرومي كويس جدا، في حدود 3 كيلو الا ربع هو الديك الرومي ده، فتغسليه كويس جدا. طبعا بتنقعيه في ميه وملح لمده ساعتين عشان ينزل الميه الدم بتاعه وينزل اي زفاره او اي حاجه. تمام. وعصره ليمونه وكده بنقعه يعني في حدود ساعتين، وبغسله وبنشفه كويس جدا تحت الحنفيه. طبعا هنا التوابل: بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، بابريكا، وكاري وطبعا هنا نعناع ناشف وروزماري طحنته، وعلبة زبادي، ومعلقة كبيرة من الزبدة على معلقتين زيت. تمام. ههرسها كده كويس. برضه هنقول المقادير احنا وبنخلط المقادير. تمام. حطيت البصل بودر والثوم بودر وعلبة الزبادي. تمام. الحاجات الجافة كلها التوابل هحطها، والملح والروزماري ونعناع ناشف. تمام. التوابل: بصل بودر، توم بودر، وبابريكا، وجوز الطيب المطحونة، وكبابة صيني مطحونة طبعا، وحبهان مطحون. مفيش توابل اكتر من كده. وطبعا الروزماري اللي هو الناشف وطحنته انا، والنعناع الناشف. هتفرق قوي النعناع الناشف، طعمه جميل قوي في المشويات الوصفة دي. ههرس الكلام ده كله كويس جدا طبعا. وطبعا الديك الرومي ناشف ومغسول زي ما قلنا كويس ومنشف كويس. طبعا هدهن الديك الرومي جوه وبره كده، وفي اللحم من جوه تحت الجلد، هدهنها من كل حته. وافضل طبعا الوصفه دي تعمليها مثلا هنعمل الاكله بكره، يبقى هتتبليها من بالليل ونشيلها في التلاجة عشان انا عايزه الديك الرومي يبقى طعمه كده اللحم نفسه من التتبيله بتبقى جميله قوي. ولكن لو انت مستعجله ممكن تخليه في التتبيله 6 ساعات بس، لو اكتر من كده هيبقى احلى طبعا. بصوا هشربها كويس جدا بالتتبيله اللي احنا عملناها. طبعا ميزه ايه الزبده، علبه الزبادي والزبده بتخلي اللحم طري ويستوي معانا بسرعه وما ياخدش وقت. طبعا غطيتها بكيس وهحطها في التلاجة لحد تاني يوم. طبعا تاني يوم سويت عادي الرز البسمتي، ميه مغليه. طبعا بتحطي على قد اللي انت عايزاه كام كوبايه من الرز البسمتي، وبتحطي رشه كركم، وبتحطي التوابل، وبنحط الرز البسمتي بتاعنا وبنسويه يعني. وبعد ما يستوي كده خلاص ويشرب الميه بتاعته كده طبعا خلاص. بصوا هو طبعا انا مسوياه بس مش سوا كامل. تمام. ولو تلاحظوا كده الرز مش ملزق في بعض، الرز يعني مفلفل خالص. تمام كده. كتمتها طبعا بالقنصة وقفلتها، وهحط ورقة فويل طبعا عشان الحرارة. انا مش عايزة الرز البسمتي يستوي اكتر، هيكتم كده الحرارة والرز البسمتي هيبقى مفلفل. وبرضه هوريهولكم في اخر الحلقة. طبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن بتاعي ومن غير نقطة مية زي ما قلت لكم كده. وبصوا قفلت كده طبعا، كتمت الحرارة خالص، وهدخلها وهنرجع نشوفها بالظبط بعد ساعة ونص. لحد كده ما اسويها طبعا معايا معلقة زيت في طاسة، هنزل بمعلقة لحمة مفرومة ومعلقة دهنة مع بعض. دي كانت موجودة عندي يعني في كيس صغير في الفريزر، فقلت هعملها مع شاورمة الفراخ، بتدي طعم حلو طبعا الدهنة وكده. هنزل بمكعب الفراخ بتاعي، قطعته طبعا ناعم زي ما شفتوا كده صغير، وهنزل على نار عالية طبعا، وهقلب باستمرار لحد ما اخلص الكمية كلها كده خلاص. طبعا بص ما نزلتش مية كتير. هنزل بالبصل بتاعي مقطعاه ناعم،
ولو في فلفل الوان ماشي، مفيش خلاص استكفي بالفلفل الاخضر. هقلب طبعا، والنار في الوقت ده برضو هتبقى وسط. وهنزل بالفلفل، وواحدة توم كده تقطعيها معاهم، هتدي ريحة حلوة وطعم حلو. طبعا هنزل بالتوابل، فلفل اسمر وبابريكا وواحدة كام واحدة قرنفل كده، وخلاص هقلب. بصوا كده لونها غمقت كده شوية. هنزل بمعلقتين من هريسة الشطة. وهريسة الشطة انا دايما بحبها في شاورمة الفراخ، بتدي لون وتدي طعم جميل قوي قوي. وهنزل طبعا بمعلقة خل، وهقلب طبعا لمدة 10 دقايق، وكده خلاص الحشوة معانا جاهزة. طبعا هرش ملح، وخلاص كده طبعا هي قربت تستوي خلاص. كده خلاص الحشوة جاهزت معانا. هنا طبعا لفة جلاش معاكي. طبعا هتلفى ورقتين من الجلاش، تمام، ورقتين مش ورقة واحدة. هدينا طبعا زبدة على سمنة، تمام، وهسيحهم كده في بعض، وهدهن بيها، دي مادة الدهن بتاعتي. طبعا انا بدهن نص الجلاش، مش بدهنها كلها. وطبعا عادي بتحطي الكمية اللي انت عايزاها طبعا في الاصبع، وبنلف كده، وهنضغط طبعا احنا وبنلف. اهم حاجة تضغطي بجد. لو جربتي طريقة الجلاش دي جميلة قوي، مش مكلفة ولا جبنة موزاريلا ولا اي حاجة، وطرية من جوه ومورقة من بره ومقرمشة، بجد تحفة جدا. طبعا بدهن زي كده، ادهني عادي. بصوا الورقتين كلها كده بس، يعني الطبقة الأخيرة دياتي مدهناش قوي، يعني لحد ما تديك التوريقة. لو تلاحظوا كده أنا مش بدهنها كتير يعني. تمام كده. وهلف الكلام ده كله كده، لفة الجلاش كلها بالطريقة دي. وطبعا دهنة الصينية زبدة. طبعا هقطعها كده بالسكينة، الحجم اللي انت عايزاه طبعا بتقطعيه. وفي الوقت ده برضو انا مشغلة الفرن من تحت من غير الشواية بعدين هنشغلها في الاخر خالص. وممكن كمان ما تشغلهاش خالص لو فرن كويسة. طبعا هدهنها كده من فوق بالزبدة، خليط الزبدة اللي معايا. وخليط الزبدة ديت انا حطيت له رشة بيكنج باودر. انا طبعا ما قلت لكمش الكلام ده، نسيت. طبعا بصوا بعد ما استوت كده وحمرت وخدت لون، هنزل كده في طبق صغير بيضة واحدة، وهننزل بالحليب، نص كوباية حليب كده، ورشة فلفل اسمر، ورشة ملح. هنزل كده شوية تاني برضو بالحليب. بصوا من غير ما اولع شواية وهو خد لونه وحمره زي الفل. طبعا هكب كده الحليب. طبعا لو انت عايزاها طرية كتري الحليب بتاعك، ولكن لو عايزاها مقرمشة من بره من جوه زيي ومن جوه طرية، هنبصوا مش هنكتر الحليب بالبيض. هدهن كده، وبعدين هدخلها الفرن تاني، الفرن برضو من غير الشواية لحد ما تشرب الخليط، وهيبقى كده خلاص استوى. وخلاص كده الديك الرومي برضو استوى معايا. هنشوف مع بعضنا الديك الرومي والرز. بصوا مفلفل بالواحدة، بصوا بجد تحفة جدا ومستوي، ونزل صوص كده عسل جدا. وبصوا الجلاش من بره مقرمش من جوه هش، وبصوا متماسك. وعايزه اقول لكم طعمه جميل قوي. عجبكم الفيديو حبايب قلبي، لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واشتركوا في قناتي اللي ما اشتركش، واعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك.
بجد جربوا الجلاش بتاعي وجربوا بالطريقة دي الديك الرومي المشوي، هيعجبكم قوي وطعمه خفيف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.